اوكي، فيديو جديد. ناس كتير بتبقى عاوز تعرف المواقع اللي انا بستخدمها. ناس بتسالني يا ميدو انت بتعمل ده ازاي؟ بتجيب اجزاء الموديل دي منين؟ بتعمل تغذيه بصريه منين؟ تستخدم ايه علشان تجيب العناصر ال 3 دي اللي في الديزاينز؟ او سؤال تاني زي انت بتقص الريندرز ازاي، او بتعمل الخلفيه المعينه دي ازاي، او بتجيب خلفياتك منين. في الفيديو ده هجاوب على كل الاسئله دي. انا هعمل تير ليست لكل المواقع اللي انا بستخدمها، اشرح كل موقع من دول بيعمل ايه وبنستفاد منه ايه، واشرح برضو المواقع اللي انا بطلت استخدمها وبطلت استخدمها ليه وطلع ايه احسن. اشرح كمان بستخدم الاي اي في ايه في شغلي. فالفيديو ده برضه هيكون فيديو دسم جدا. فقبل ما نبدا الفيديو عايزك تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، تسيب لي كومنت تشجعني فيه وتقول لي عايز تشوف ايه في الفيديوز اللي جاي. يلا بينا. اوكي، اول موقع في الفيديو معانا هو موقع بينترست الغني عن التعريف. طبعا ده ممكن نحطه بستخدمهم كتير. موقع بينترست موقع مفيد جدا لو انت هتعمل تغذيه بصريه، مش حتى ديزاينز، لو هتعمل تغذيه بصريه لاي حاجه في الدنيا. استخدامي ليه مش مقتصر على ان انا اعمل تغذيه بصريه بس. انا بعمل تغذيه بصريه، برفع الديزاينز بتاعتي كمان هناك، عامل اكونت ليا برفع الديزاينز بتاعتي هناك، حاطط لينكات لكل السوشيال ميديا بتاعتي عليه، لان الديزاينز هناك بتجيب فيوز كويسه جدا. فانا حاطط لينكات السوشيال ميديا بتاعتي ولينكات البيهانس، وده بيخلي البروجكتس توصل لعدد فيوز كويس جدا من الناس اللي بتيجي عن طريق بينترست. واستخدامي ليه مش مقتصر على التغذيه البصريه بس، هو كمان انت ممكن تعمل اكونت ترفع عليه الديزاينز بتاعتك علشان تتشاف اكتر، والتصاميم الكويسه بيجي عليها كليكس كويسه جدا. هو بينترست بيدي فرصه اكبر من المواقع التانية بتاعه العرض زي بيهانس مثلا، لان هو موقع سلس اكتر، مش مهتم ان هو يحتفظ بالجوده بتاعه الصور قوي على قد ما هو مهتم ان الموقع يفضل سلس يفضل خفيف. فنوعا ما هو اكتر موقع الديزاينز بتتشاف عليه. بس اكتفيت ان انا احطه في بستخدمهم كتير، مش اعلى من كده، لان لسه في حاجات جامده قوي تستاهل ان هي تكون فوق اكتر من كده. هنخش على اللي بعده. اوكي، اللي بعده بيهانس غني عن التعريف برضو، ممكن برضو نحطه في بستخدمهم كتير. طبعا بيهانس غني عن التعريف، ده الموقع اللي بنرفع عليه شغلنا، اللي بنرفع عليه البروجكتس. لو انت عامل بروجكت مع شركه معينه او بيج معينه، ده المكان اللي دايما بنرفع الشغل عليه عشان يتشاف، علشان يجي لنا شغل. انا اكتر من مكان من الاماكن اللي انا اشتغلت فيها كان عن طريق بيهانس، كان بيجي لي رسائل هايرنج في الانبوكس. زائد كمان ان هو بيسهل مهمه انك توري شغلك لحد، بدل ما تبعت له 50 صوره فيها الشغل بتاعك ويبقى الموضوع ملخبط وعشوائي. انت بكل بساطه بترمي له لينك بيهانس وخلاص، يخش هو يقلب في البروجكتس، يقلب في الفان ارتس، يقلب في كل الكلام ده. فهو برضو حاله من حل بينترست شويه، وانا بفضله عن بينترست اكتر لان هو متخصص اكتر، ولان هو برضو احترافي اكتر شويه من بينترست. بس هما الاثنين احطهم في نفس الخانه، لان ستيل برضو لسه في حاجات اقوى، لسه في الحاجات اللي انا بستخدمها بقى في كديزاين وانا بديزاين. اوكي، جيتي ايمجز الفري هحطه بستخدمه كل تصميم. انا بحب جيتي ايمجز، يعني مين ما بيحبوش؟ عليه صور لكل حاجه في الدنيا تقريبا، مفيش غنى عنه. ده المكان اللي بنجيب منه صور اللعيبه، فكده كده هو مفيش غنى عنه في اي حاجه. ساعات الووتر مارك بتاعته بتغلس شويه، وكنا بنروح بقى المواقع ونشيلها وكده، بس يعني من ساعه ما بقى في اي ما بقيناش بنعمل كده. موقع ممتاز طبعا. اكتر موقع تقريبا اي مصمم كوره او اي مصمم اي حاجه مش تقريبا بيستخدمه. بس اللي معانا هنا الفري انا مش بحبه قوي، لان في الباقه الفري الكواليتي بتاعت الصور مش بتبقى احسن حاجه، بتبقى متوسطه، لازم تشتغل عليها، لازم تستخدم انهانسر او حاجه زي كده. وفي عامه انهانسر معانا في الليسته دي يعني برضه هنتكلم عنه. اوكي، اللي بعده جي تي ايمجز البرو توب بامانه. فكره ان انت تقدر تنزل صوره لاي لاعب باعلى جوده ممكنه في الحياه زي ما هي طالعه من الكام بتاعه المصور اللي صوره، حاجه مفيده جدا، ترفع الجوده بتاعه الديزاينز جدا، سهل عليك اي شغل انت هتعمله على الريندر ده، كريتاتش، كشادو، اضاءه، كهايلايتس، ككل حاجه. مشكلته بس ان هو غالي قوي، يعني كل كريدت عليه ب 300 و 400 بالدولار، فده طبعا افترا. فممكن ننزله من توب بصراحه. يعني انا بصراحه اتقفلت منه بعد ما افتكرت الاسعار بتاعت الكريدتس عليه، فهننزله هنا عادي بستخدم كل تصميم. يعني بالسعر ده بصراحه ما يستحقش يكون فوق قوي كده. اوكي، الموقع اللي بعده بقيت بستخدمه مؤخرا، يعني ما كنتش بستخدمه ساعه ما طلع، بس اكتشفت ان هو مفيد جدا، اكتشفت ان هو حلو جدا، موقع تحفه، وهو جيميناي. فممكن نحطه، يعني مش ممكن نخليه بستخدمهم كتير. جيميناي من ألذ المساعدين الاي اي اللي استخدمتهم اخر فتره. اكتشفت ان انا ممكن اديله برومبت ويطلع لي الموديل اللي انا عايزه. زمان كنا بنغلب قوي في الموضوع ده، ان احنا بنروح على مواقع زي عالمي وزي اي ستوك، مواقع كتير تانية، ان احنا نلاقي ايد بشكل معين او رجل محطوطه بشكل معين، كان الموضوع متعب. دلوقتي ممكن تروح لجيميناي وخلاص، تديله برومبت تقول له انا محتاج شخص واقف بالوضعيه الفلانيه، وهو بيدي لك الموديل على طول، تقص منه اللي انت عايزه. زائد انه ممكن يدي لك الموديل كمان باللبس بتاعه، وانت طبعا مش بتبقى احسن جوده وبيبقى فيه ووتر مارك، بس اتس اوكي. انت ممكن برضه تستخدم انهانسر هيساعدك في ده جدا. وده يودينا للي بعده. عالمي، وده هخليه في
تم استبدالها، مواقع تم استبدالها. علامه كنت بستخدمه كتير قوي زمان اول ما كنت بتعلم مانب، لان هو اكتر موقع انا مش عارف ليه بس عليه دايما صوره لايد عامله كده، ايد عامله كده، ايد عامله مش عارف ايه، لسبب ما انا مش عارف السيشنز دي ليه موجوده عليه. بس كنت دايما بقعد ادور على وضعيه معينه فكنت بلاقيها هناك، مش بلاقيها باحسن شكل طبعا، وطبعا في 5000 ووتر مارك محطوط عليه، فكنت بروح لموقع يشيل ووتر مارك فبديني الصوره بجوده بشعه، واروح لانهانسر فما بظبطهاش قوي، فبصراحه كان متعب. ودي فايده التطور، ان احنا طلع لنا حاجات زي جيميناي وزي شات جي بي تي، ان انت دلوقتي ما بقتش بتتحوج لعالم ان انت تاخد منه السيشنز دي، انت بقيت بتروح لشات، حتى ممكن تاخد منه السيشنز اصلا وتروح ترميها لشات جي بي تي تقول له بقول لك ايه اديني دي من غير الووتر مارك. طبعا ممكن يقول لك لا ده عالمي لهم حقوق بتاع، خلاص تقول له بقول لك ايه طلع لي واحده جديده زي دي، هيقوم مطلع لك هي عادي من غير الووتر مارك يعني. وبمناسبه شات جي بي تي ده يودينا اللي بعده على طول. شات جي بي تي شخصيا، وده طبعا احطه في بستخدمه كل تصميم. شات جي بي تي تحفه يا جماعه. شات جي بي تي انا بستخدمه، شات جي بي تي بستخدمه يديني افكار، بستخدمه يديني تغذيه بصريه. شات جي بي تي انا بتبقى الفكره في دماغي بخش اوصف له بقول له انا في دماغي فكره تصميم فيه كذا وكذا وكذا وفي كذا على اليمين وكذا تحت ومش عارف ايه، فبيطلع لي التصميم. فانا ما بقتش محتاج ان انا استخدم موقع من اللي بيعمل لي موديل، من اللي بيطلع لي ريندر الموديل وانا بقعد اجمع ايد ورجلي ومش عارف ايه الكلام ده كله. هو بيديني الموديل. وده بيسهل لي الدنيا ان هو مديني الموديل بالشكل وبالفكره اللي انا لسه شارحها له. فببتدي ان انا اجمع على الاساس اللي موجود، انا ببتدي بيبقى اسهل عليا من ان انا بدل معايا ريندر كده متوحد ماهوش لابس حاجه ماهوش وضعيته غريبه الكلام ده كله، هو بيطلع لي الديزاين اللي في دماغي او حتى بيقربني منه شويه، وانا باخد الموديل اللي شات جي بي تي عمله وابتدي ان انا اركب عليه، بدل ما كنت الاول بركب على الهوا في دماغي بس بقعد اتخيل هو شكله بعمل ازاي، كنت بستخدم مواقع من اللي بتطلع لي موديل. انا لا، انا بقيت اروح لشات جي بي تي طلع لي الديزاين وابتدي ان انا استخدمه كجايد، ايه اللي بيتعمل هنا ايه اللي بيتعمل هنا. وحاجه كمان ان هو مثلا حاجات بتبقى فيزيائيا، مثلا هو جايب لي الضوء من هنا، جايب لي الشادو من هنا، فده كمان بتبقى حاجه مفيده جدا، ان انا بقعد اتدرب على الاماكن اللي هو راسم فيها الضوء، اتدرب على الاماكن اللي هو راسم فيها الشادو، وده في الاخر هيؤدي انك تتطور جدا، لان انت كانك في درس فيزياء وكانك في درس عن الاضاءات، وهو بيقعد يقول لك ده هنا وده هنا، فانت في الاخر بتلاقي نفسك ان انت حتى بعد فتره انت ما عدتش محتاج تمشي وراه قوي، انت خلاص انت بقى في دماغك جايد خلاص ثابته، انت بقيت عارف انت بتعمل ايه. ممكن كمان بعد ما اخلص الديزاين ابعته له اقول له ايه الغلطات مثلا اللي في الديزاين ده، او انت شايف ممكن احسن ايه، فيديني تحسينات. ممكن في بالي سؤال معين، يعني مثلا كان في ديزاين انا كنت عامله للامين يامال، انا كنت بساله هو الشادو بتاع الانسان على المايه بيبقى عامل ازاي، هل بيبقى انعكاس بس ولا بيبقى لونه اسود زي الشادو اللي على الارض؟ فقال لي ان هو بيبقى انعكاس. فانا سالته طيب لو الشمس جايه من الشمال او لو الشمس جايه من اليمين، هل الانعكاس ممكن يروح شمال او يمين زي الشادو؟ قال لي لا، الانعكاس في المايه بيبقى تحته على طول. والديزاين ده من احلى الديزاينات اللي انا عملتها، يعني ممكن برضو في الايديت احط له يعني الصوره هنا او هنا. بس انا بحب الديزاين ده. شات جي بي تي تقريبا ليه نصيب الاسد في الديزاين ده كنصايح وككلام، فلا شات جي بي تي تحفه، لازم طبعا يبقى بستخدمه من كل تصميم. اكشلي ممكن اخليه توب. بص هو لو ما كانش بيديني 4 تحميلات 4 ابلودز بس وعدد اسئله معين كان ممكن احطه توب، بس هنسيبه هنا. انا ممكن شات جي بي تي البرو لانه هو برده مش غالي قوي، كل شويه بيعملوا برضه. ممكن شات جي بي تي البرو يبقى توب، بس ده هسيبه بستخدمه كل تصميم، يعني في حاجات برضه انا حاجز لها توب دي. اوكي، اللي بعده على طول فري بيك، هحطه في ساعات بستخدمهم، وده مش معناه ان هو وحش. فري بيك جايز يكون احسن اصلا موقع في كل دول، بس انا مش بستخدمه كتير. ساعات بس بحتاج ان انا استخدمه عليه كل حاجه تخص الاي اي. موقع بقى متطور جدا بقى عليه، حتى كنا بنستخدمه زمان ان احنا نجيب موك ابس التي شيرتس لبوك كفر للحاجات دي كلها. اصلا دلوقتي عليه اي ممكن يعمل لك موك اب جديد خالص، اللي انت مش محتاج بقى ان انت تستخدم موك ابس اصلا كان في ديزاينرز عاملينها، لا انت اعمل لي موك اب جديد بتاعي انا استخدمه، يطلع ريندرز 3 دي وبنشيل لك خلفيات اي حاجه، وعليه مساعد ذكي تقريبا بيعمل كل حاجه. هو مش معنى ان هو في ساعات بستخدمه ان هو وحش، بس انا مش بستخدمه لان انا بستخدم موقع تاني برضو شبيه ليه عليه كل المميزات دي برضو، وده هو معانا في القائمه انفاتو، بس يعني لحد اما نجيله. اون سبلاش ده هحطه في توب يعني بلا منازع. انا سبلاش انا مش بس بستخدمه في كل تصميم، انا اصلا بنبهر هو ازاي كده، يعني تحس موقع طيب قوي. هو كل حاجه عليه فري، مش بس فري، ما هو في مواقع عليها الصور انك ممكن تنزلها فري، بس لا هو كاتب لك على كل صوره ان انت تقدر تستخدمها، بيقول لك لا الصوره دي انت تقدر تستخدمها، الكوبرايتس فري يا سيدي، خد يا سيدي الصوره استخدمها. تلاقي صور صعبه وواضح ان الفوتوغرافر تعب فيها على ما جابها، وبكتب لك اسم الفوتوغرافر واضح ان هو تعب علشان ياخد صوره بالحلاوه دي ويعمل لها الايديت ده، وتلاقيه بيقول لك خدها فري
ومش بس فري، لا خدها فري ومفيش كوبي رايتس، يعني استخدمها، يعني مش مشكله، اعمل اللي انت عايزه. عليها حاجات طبعا محتاجه انك تدفع لها فلوس، بس يا جماعه الحاجات اللي ببلاش مليار صوره ولا حاجه كتير قوي. انا تقريبا بستخدمه كل ديزاين عشان اجيب منه اشكال للسما، عشان اجيب منه خلفيات، عشان اجيب منه اي حاجه، تقريبا على خلفيات لكل حاجه في الدنيا. فلا مفيش غنى عنه بصراحه في اي ديزاين، ولو اني بدات اقلل شويه في استخدامه بسبب حاجه تانية هتيجي في الليست دلوقتي. بس لا، انس فلاش بصراحه لحد الان مفيش غنى عنه. فنروح للي بعده. اوكي، ده موقع مش كل الناس عارفاه، هو اسمه فري اي اي كوريكت، وده ممكن احطه في ساعات بستخدمهم. الموقع ده مميز قوي، هو موقع بيعدل وضعيه العين بالاي اي. انا حاطه في ساعات بستخدمه لان انا فعلا ساعات بستخدمه. في ساعات بعض التصاميم انت بتبقى محتاج ان اللاعب يكون باصص على الكام، باصص على المشاهد اللي بيتفرج على الديزاين، مش ان هو يبقى باصص يمين او شمال، وهو بيأدي الغرض ده، بيقضيه باحسن شكل ممكن. طبعا مش هيبقى برضه فوق قوي لان انا مش بستخدمه كتير، مش كل الديزاينز بتبقى محتاجه ده، بس ساعات مثلا يبقى معاه صوره الوش، هو احسن وش ممكن للموديل اللي انا بكونه، طب انا مش عايز استغنى عن الوش ده وانا عايزه بيبص على الكام. زمان كنا بنعملها ازاي؟ كنا ان احنا بنحدد البؤبؤ بتاع العين وبننقله يمين او شمال، ونبتدي ان احنا نبيض من الحتت اللي هو اتشال منها علشان نبقى نقلناها، بس ما كانتش بتدي احسن شكل، كانت كويسه بتقضي الغرض، بس كان ممكن يبان ان هي شكلها مش طبيعي. لو انا عايز اعمل انحراف جامد قوي في العين هيبان ان هي شكلها مش طبيعي، لان برضو العين كيرفد فيها زوايا، هي العين مش مسطحه، العين كده، كان ممكن ساعات ما تظبطش قوي. فهو سهل كل ده، انت بتحط له الصوره وبتحرك، بيصحح لك وضعيه العين، واستخدمته في ديزاينز كتير. بس هو ساعات بستخدمه لان هو مش كل الديزاينز بتحتاج ده، بس هو بيقضي الغرض ده. عم مواقع العالم كلها، موقع فوتوروم ده توب 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 لازم. يا جماعه الموقع ده اشتراكه 350 جنيه في السنه، حاجه زي كده. اشتراك الفوتوشوب في شهر. يا جماعه فوتوروم بيقص الصوره في 5 ثواني بجوده تحفه. اي نعم لسه لحد الان محددين انها تبقى 2000 بكسل في 2000 بكسل، اتمنى ان هم في التحديث الجاي يخلوها اكتر من كده. بس فوتوروم تحفه، انا بستخدمه في كل ديزاين. انا قبل فوتوروم بسبب كتره التاسكات اللي كانت بتبقى مطلوبه مني، طبعا مش هقعد اقص كل شويه بالبين تول، ومش بقص بالحاجات الاوتوماتيك بتاعه فوتوشوب لان هي بتطلع القص شكل وحش جدا، بفضل اعيد عليه كله لان انا عندي وسوس قهري لازم القص يبقى طالع مظبوط. فكنت بقعد اعيد، ووصلت في الاخر انا بقيت بدفع لموقع $9 كل شهر، كان اسمه ريموف باك جراوند، ده موقع مشهور جدا. كنت بدفع $9 كل شهر في 40 كريدت، وكان ساعات الكريدت تخلص مني قبل ما الشهر يخلص وارجع اجددها تاني، لان 40 كريدت هيقصها 40 ريندر بس. ده كان احسن موقع بيقص الصور شفته، وفضلت استخدمه فتره كبيره ودفعت عليه فلوس كتير جدا. طبعا كان عادي في مكانها مش مشكله، بس $9 تقريبا يعني حوالي 400 جنيه تقريبا او 400 وشويه. فوتوروم اشتراكه في السنه كلها 400 جنيه، ممكن اقص مليار صوره. انا اكشلي قصص مليار صوره وانا لسه تقريبا في اول شهرين او 3 شهور. فلا فوتوروم موقع عبقري، هو عليه حاجات كتير قوي اي اي، بس انا بستخدمه في ده، بس هو عليه حاجات تانية. فانت متخيل اللي هو كمان ده ميزه قص الصور بس اللي هي كانت بتاخد فلوس قد كده، هو اغننا خلاص. هو قال لي خد سنه ب 300 جنيه 350 جنيه اللي هو رخيص جدا، بلس ان هو بيعمل شغله حلو جدا. انا كان في مواقع تانية كتير ارخص من ريموف باك جراوند، بس ما كانوش بيقصوا حلو زيه ولا حلو زي فوتوروم. فكنت في الاخر برجع لريموف باك جراوند اديله $9، هات يا عم ال 40 كريدتس اللي عندك. وما كانش بيعمل عروض غير في الاعياد، كان ينزل لي نص دولار حاجه كده، فكانوا مفترين بصراحه. فهم يستاهلوا ان يتم استبدالهم بفوتوروم. كان اكشلي كان ممكن احطهم في القائمه دي ريموف باك جراوند واحطها في تم استبدالها، بدل ما عالمي قاعد لوحده تحت كده. بس اتس اوكي، ما هوش موجود معانا يعني، لسه فاكره دلوقتي. ففوتوروم طبعا 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 يستاهل يبقى توب. اوكي، ماجيك بوزر، موقع ناس كتير قوي بتحبه وانا بحبه، وكنت بستخدمه اول ما طلع. طبعا قلت له اول ما طلع ايه ميل ده بقاله كام شهر، بس للاسف هحطه في تم استبداله. بالنسبه لي مش تم استبداله عامه، تم استبداله بالنسبه لي. هتقول لي ليه؟ ده هو اصلا لسه طالع وانا كنت لسه بستخدمه من كام ديزاين لسه، ليه تم استبداله بالسرعه دي؟ هقول لك ليه تم استبداله بالسرعه دي. انا كنت بستخدمه علشان اعمل الموديل اللي انا هركب عليه، بس في الاخر شات جي بي تي وجيميناي استبدلوه. شات جي بي تي وجيميناي انا بقيت اخش اقول لهم على نفس يعني مش حتى مش محتاج ان انا اقعد احرك او اعمل، بخش اديهم الديزاين يديني الموديل المناسب، بركب على الموديل اللي هم ادوني. فانا ما عدتش بستخدم ماجيك بوزر، مع انه لما طلع انا كنت شايفه حاجه عبقريه وكنت بستخدمه كتير قوي، بس في الاخر هو كان متعب، مش اكتر حاجه سلسه ولا اكتر حاجه عمليه. بس هو طبعا لسه في ناس بتستخدمه، وكل واحد يستخدم اللي يريحه. بس انا بالنسبه لي شات جي بي تي وجيميناي اريح بمراحل يعني. اوكي، اللي بعده توب فيو، ده كان ممكن يتحط توب طبعا لو كان فضل زي ما هو في كريدتس ببلاش كل ما بتعمل اكونت جديد. لو كان فضل على الاقل رخيص، لان هو دلوقتي بقى غالي قوي. بس للاسف ما يستاهلش يبقى فوق قوي كده بعد اللي هم عملوه ده. قفلوا كل حاجه، بقت بيعمل حاجات بجوده وحشه جدا. ممكن نخليه في ساعات بستخدمه يعني، ده كفايه عليه. توب فيو اللي ما يعرفش، كنا بنستخدمه عشان نعمل كيت سواب، كان سهل الموضوع جدا. طبعا ما كانش بينجز في ثانيه او حاجه، كان بياخد برده من
3 ل 4 دقايق عمال بيعمل العمليه دي بس. تمام، احنا كنا بناخد اجمد حد فينا في الكيت سواب. مش هتكلم يعني، هتكلم عن نفسي انا. كان الكيت سواب عشان اسوابها كيت كان ممكن الموضوع ياخد مني من تلت ساعه لنص ساعه حاجه زي كده. بالتدوير على ماتيريال طبعا كان الموضوع ممكن ياخد من تلت ساعه لنص ساعه بان انا ادور على التي شيرتس والحاجات دي كلها. فتوب فيو كان سهل، كان سهل الوضع ده جدا. بس حاليا بقوا بيدونا الصوره بمليون ووتر مارك وبجوده سيئه جدا. طبعا انا عالجت ده بان انا لو اتزنقت ان انا احتاجته بقيت باخد الصوره من عليه بحطها مثلا في الفوتوشوب، بشيل الووتر ماركس وبعدين بستخدم موقع تاني انهانسر اسمه ريميني علشان يظبط لي الجوده. هو ريميني ليه مش موجود في التير ليست بتاعتنا؟ اوكي. بعد كده معانا عم مواقع العالم اللي بجد، انفاتو ده توب يعني بدون نقاش يا جماعه. ما حدش متخيل انفاتو ده بقى عبقري ازاي. هو اصلا كان عبقري، كنا بنستخدمه عشان نجيب باك جراوندز، بنستخدمه علشان نجيب فيديو تمبلتس، بنستخدمه عشان نجيب جرافيكس كتيره قوي. كل حاجه لها علاقه مثلا بالاضاءات، بالجرانج، بتكسترز، بمثلا بروكن جلاس، بالحاجات دي كلها، بالهاف تون تكستر، بمليون حاجه، مليون جرافيك وجرافيك ممكن تستخدمه علشان تحسن بيهم شكل الديزاينات بتاعتك. عليه فونتس كتيره جدا حلوه، بمجرد ما بتنزل الفونت بالاشتراك بتاعك بيبقى فري من الكوبي رايت، تستخدمه براحتك. ممكن تعمل معاه تغذيه بصريه، ممكن تجيب منه رندرات 3 دي لكل حاجه تقريبا في الكوكب تستخدمها، تجيب منه صور باعلى جوده، تجيب منه بريسيتس للفوتوشوب، تجيب منه بريسيتس لادوبي بريمير، تجيب منه بريسيتس تقريبا لكل البرامج اللي في الكوكب. فانفاتو عبقري. لو في حاجه فوق توب انا ممكن احط انفاتو فيها يعني. لو ممكن اطلع انفاتو فوق الشاشه كده واحطه، انا هحطه هناك بالذات. كمان بعد ما ضافوا الحاجات الجديده، الجنريت اي اي ونانو بنانا والحاجات دي كلها، انا بقيت كمان. انا كان ممكن احط ان سبلاش النهارده في تم استبدالها بسبب انفاتو، بسبب ان انا بقيت بخش بس اوصف له الخلفيه اللي انا عايزها. انا بخش بجيب له مثلا خلفيه شبه اللي انا عايزها بس مش هي قوي، واقول له اعمل لي فيها كذا، عدل لي فيها بس كذا، فيقوم معدلها لي. واقول له بس هي جودتها وحشه، اضرب لي جودتها في 2 او في 4، فيديها لي جودتها 2 او 4. قال له طب معلش شيل دي من تحت، فيشيلها لي. فانفاتو تحفه. انفاتو بيعمل كل حاجه يعني. انفاتو انت لو من كل الليست دي انا ما معيش غير انفاتو، انا هشتغل بانفاتو بس. وعامة لو ما معيش اي حاجه من اللي في الليست ده اشتغل برضه يعني. انا ممكن اصمم بجزره واطلع ديزاينات جامده يعني. بس احنا بنقيم المواقع دلوقتي، مش هنتطرق للموضوع ده دلوقتي. آه، الباطو كنت الاول بستكتر الاشتراك بتاعه لان كانوا بياخدوا مبلغ، وانا اصلا كنت بدفع اشتراك طلاب وكده. بس انا يعني اتخرجت خلاص، ما اعرفش اعرف اعمل ده تاني ولا لا. بس الباطو بعد كميه الحاجات اللي ضافوها، كميه مساعدات الاي اي اللي ضافوها، نانو بنانا بعد ما اتضاف، الجيني اي اللي بيعمل لك اي خلفيه في الدنيا علشان تستخدمها في الديزاين بتاعك بالنسبه لتفكيرك انت، لازم طبعا يبقى توب. وبعد الحاجات دي كلها بقى الاشتراك بتاعه له اي كلام. انا بقيت حاسس ان لا يعني كويس ان هو كده يعني. ما تغلوش بس يعني، هو كويس ان هو كده. لا هو اكتر حاجه في الدنيا وقيمه مقابل سعر، اكتر حاجه فلوسها حلال. ده فلوسه حلال اكتر من الفوتوشوب اللي بنشتغل عليه شخصيا. فالباطو لا غنى عنه. وهو تقريبا يعني انا مش عايز اقول ان هو تقريبا بيعمل كل حاجه بيعمل كل حاجه ال 13 موقع التانيين بيعملوها. بس يعني هم عشان في حاجات بتبقى متخصصه فبنستخدمهم. بس الباطو بيعمل كل ده، هو مفيش حاجه ما بيعملهاش. نروح لاخر حاجه خالص، اللي معايا بقاله سنين، اللي نصفني ومبيض وشي قدام الناس كلها، احط توب طبعا. مش هقدرش اعمل فيه غير، كان نفسي احطه هنا علشان يبقى كلهم تلاتات كده. بس يعني مش ايه العبط ده، مش هعمل كده طبعا. فيتحط توب. البوت انا بستخدمه من يوم ما طلع تقريبا. انا بستخدمه في كل ديزاين. كان الاول بيعمل الوشوش بس او الاشخاص بس. مؤخرا كمان بقى بيعمل لو انا معايا مثلا حاجه 3 دي مثلا بعيده شويه، ال 3 دي ريندرنج بتاعها بعيد شويه، مش انها تبقى قريبه من الكام، بقيت باخده وبحطه في ريميني، مش ريميني، ريميني. بقيت باخده احطه في ريميني. انا متعود اقولها ريميني بس اسمه النطق الصحيح ريميني. بقيت اخده واحطه في ريميني ويدوني باعلى جوده ممكنه. فريميني موقع عبقري معايا بقاله 5 سنين. اكتر حاجه في الليست دي انا استخدمتها اكتر تقريبا تعبوا مني يعني. هم نفسهم يلغوا الاشتراك بتاعه وما تجيش عندنا تاني. فلا انا بحب ريميني. انا نفسي اشوف اللي عمل البتاع ده وابوس راسه، ويستاهل يبقى توب. الاربعه اللي فوق كلهم يستاهلوا يبقى توب. انباطو ممكن يعني، انباطو وفوتو روم بحبه اكتر من الاثنين التانيين. بس لو هنرتبهم توب فور هيبقى انباتو، فوتوروم، ريميني، ان سبلاش. ودي التير ليست بتاعتنا، ودي المواقع اللي انا بستخدمها. ممكن حد يجي يقول لي يا ميدو انت ليه بتقول على كل التريكس بتاعتك؟ ليه بتقول للناس على المواقع انت تستخدمها؟ يا جماعه فيديو الاضاءه كان في ناس بتطلبه مني بقالها 3 سنين، وفي الاخر لما نزلته ولقيت في ناس ما استفادتش منه اي حاجه، قعدوا اتفرجوا تمام وشكروني، وايه ده انت نزلت فيديو الاضاءه وفي الاخر ما عملوش بيها اي حاجه، ما حدش عمل بيها حاجه. فاللي مش عايز يتعلم كده كده مش هيتعلم. حتى لو اديت له الفيديو قدامه وقلت له خش اتفرج وسهلت له الدنيا، اللي مش عايز يتعلم مش هيتعلم. واللي عاوز يتعلم انا لو ما اديتلوش المعلومه حد تاني هيديها له، هيدور عليها ويتعلمها، هيجتهد لحد ما يكتشفها بنفسه. فليه ناخد فيه جميله وخلاص بقى؟ انا بقى مش له جميله اقول له اتفرج. طبعا مش قصدي يعني.
مش قصدي طبعا عشان حد جرب، اهزر طبعا يعني مفيش الكلام ده. بس انا قصدي من الاخر يعني ان اللي عايز يتعلم هيتعلم، مش محتاج ان ميدو يطلع يقول له ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا. اتعلم بيوصل للمعلومه يا جماعه. واللي مش عايز يتعلم هتديله 5000 فيديو مش هيشوف حاجه. انا في ناس من الناس اللي انا كنت بعلمها وبدخلها المجال، كنت دايما اديلهم كورس معين او كده علشان يخشوا يتفرجوا عليه. في ناس كانت بتجي لي بعد يومين مخلصه الكورس، دول ناس جامدين قوي في المجال دلوقتي، اجمد، انا مش هقول اسامي طبعا، بس من اجمد الناس اللي في المجال، بس اللي انا خدت بالي من الاول خالص ان هم عاوزين يتعلموا. في ناس تانية كان عمال بيسال بس يقول لي طب ما فيش كورس تاني اسهل شويه، طب ما فيش مش عارف ايه، طب انا لو خلصته في اسبوع كويس، طب لو خلصته في شهر، طب انا ينفع اخلصه في يوم واحد كله على اتفرج عليه كله كده مره واحده؟ اقول له لا لازم تتابع معاه عمليا. يقول لي طب انا ما عنديش لابتوب دلوقتي اشوفه دلوقتي ولا استنى لما اجيب؟ فعمال بيعقد الدنيا على نفسه وبيسال اسئله كتير ما وصلوش لحاجه. فبس انا لو طلعت شرحت بعمل الدلالات ازاي من اي تو زي، وفي ناس اصلا بتعمل كده، في الاول وفي الاخر ده بقول لك اللي عايز يتعلم يتعلم، وهيوصل للمعلومه منك او من غيرك. فلا انا مش بترعبني خالص فكره ان حد يعرف انا بصمم ازاي او بعمل اي حاجه ازاي، ومش بترعبني فكره ان مليون حد جديد يخش المجال. محدش بياخد رزق حد، ودي رساله للمصممين الكبار اخواتنا، لما حد يخش يكلمك يسالك سؤال جاوب عليه. الناس ظروفها صعبه، مش كل الناس تقدر ان هي تخش تشتري كورس بفلوس قد كده، مش كل الناس عندها المعرفه والخبره ان هي تعرف تجيب المعلومه اللي هي محتاجاها من يوتيوب او من اي مكان تاني. فلو حد دخل سالك سؤال حاول تبقى انسان كويس، رد عليه، ما تعلقش رسائل حد، على الاقل لو علقتها ارجع رد اديله المعلومه اللي هو محتاجها. في ناس بيبقى عندها عزه نفس وهو اصلا مش عايز يسال حد، فلما بيضطر ان هو يسال ويلاقي ان هو كمان ما تردش عليه ده اظن حاجه بتجرحه جدا. كلنا كنا بنتعلم في الاول وكان نفسنا الناس ترد علينا، وفي ناس ردت علينا ويعني شايلينهم فوق دماغنا لحد دلوقتي وفاكرين لهم الكلام ده، وفي ناس ما ردتش احنا بنبغضهم لحد دلوقتي. فبلاش تخلي حد يبغضك، يا ريت تبقى انسان سوي، اللي يخش يكلمك رد عليه، اللي يخش محتاج منك معلومه اديها له، طبعا من غير ما يتقل عليك. مش بقول لك لو حد دخل قال لك ابعت لي البي اس دي الفلاني ابعته له، بس يعني معلومه، يعني المعلومه مش هتضرك في حاجه، محدش هياخد رزقك، بالعكس لما تفتح باب رزق لحد ربنا هيزود في رزقك انت وبس. يعني دي كانت التير ليست بتاعتي. ممكن الفيديو الجاي نعمل تير ليست للديزاينز بتاعتي للفان ارتس او لشغلي مع مكان معين. ممكن حتى اعمل تير ليست للشركات اللي انا اشتغلت معاها برضه ارتبهم ترتيبه زي دي، بس لا يعني عشان ما نخسرش حد بقى، مش مشكله. وبس كده، دي كانت كل حاجه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب للتشانل، سيب لي كومنت تشجعني فيه، قول لي عايز تشوف ايه في الفيديوز اللي جايه. تابعنا على فيسبوك وتابعنا على انستا، تابعنا على تيك توك، تابعني هنا على يوتيوب، ما تسيبش حتى لما تتابعني فيها، عايزك كل ما تشوفني في حته تتابعني. وبس كده.